السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب. الروتين النهاردة بدأ معاكم من السحور، واحنا رمضان خلاص بيخلص، واول مرة اعمل السحور معاكم. هنا قلت اجهز السحور للولاد، مع اني بصحيهم وما بيرضوش ياكلوا، بس قلت برضو اعمل اللي عليا واجهز السحور. هنا عملت 3 بيضات، وعملت فول بالطماطم والفلفل. بشوح الطماطم والفلفل كده مع بعض في حتة سمنة، وانزل عليهم بالفول واملحه بقى وابهره واظبطه. وعملت طبق جبنة قريش بالفلفل والطماطم والخيار وزيت الزيتون. وطبق بطاطس مهروسة في سمنة بلدي. وسخنت العيش وطلعت الزبادي، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. عملت بعد كده بقى كوبايتين الشاي اللي بيظبطوا معانا بقية طول اليوم في الصيام. لازم كوباية الشاي دي اشربها بعد السحور علشان خاطر اقدر اكمل يوم. المهم ايه، طمنين عنكم كده واكتبوا لي في الكومنتات بدأت تنظيفات رمضان ولا تنظيفات العيد سوري ولا لأ، علشان خاطر الجو قلب عندنا ومش عارفة هيبقى في تنظيفات العيد ولا لأ. عملنا الشاي وشربناه والحمد لله. ده بقى نفس اليوم اللي احنا اتسحرنا فيه، اللي انا عملت معاكم السحور ده. اليوم ده انا هعمل فيه مكرونه بشاميل، وهعرفك ازاي ب 300 جرام لحمه مفرومه تعملي صينيتين 2 مكرونه بشاميل ويكفوك يومين. انا يا بنات بجيب اللحمه المفرومه يعني ايه، من اللي هي مجمده. في جزار بيبيع، انا عارفاه بتعامل معاه، بيبيع لحمه بلدي وبيبيع لحمه مجمده. الذبيحه قدامك موجوده، بتقولي لي اديني من الحته اللي انت بتبقى عايزاها. فبطلب منه مثلا كيلو او 2 كيلو، واقول له يفرمهم لي بعد ما انا اقول له يعني اقطع لي من الحته اللي انا قلت له عليها، وافرمها بعد كده. بيديني الكيلو ب240 جنيه. يعني النص ب120. اللي انا عملته معاكم ده اكتر من ربع بشويه، يعني حوالي 300 جرام، لان انا النص خدت منه 200 جرام. عملت بيه وصفه سمبوسك قبل كده، صورتها معاكم برضو في روتين من الروتينات يعني. المهم، انا نزلت باللحمه في طاسه سخنه، وبعد كده فرمت عليها 3 بصلات حلوين وسط كده، عشان خاطر البصل بيزود الكميه. ونزلت عليهم ب3 قرون فلفل اخضر. وبشوح كل ده مع بعضه. وطبعا ملحتها، حطيت فلفل وكمون وملح، وحطيت ال7 بهارات، وبحط نص معلقه قرفه بتظبط اللحم معاكي في حته تانية. وبحط عليها نص مكعب مرقه. انا في البشاميل بحتاج مكعب، بحط نصه على العصاج ونصه مع البشاميل. وبقلب كل ده، وبعد كده نقلته على صينيه، على عين تانية، وهديت عليه النار وغطيته ياخد ويدي مع نفسه. وطبعا يا بنات بشرت طماطميتين على المبشره العاديه، عشان خاطر اطلع القشره بتاعها ما احطهوش فيها. وبرده حطيته عليها وشوحتها وظبطتها وظبطت ملحها وركنتها في جنب زي ما انتم شايفين. المهم على نار تانية حطيت ميه سخنه علشان خاطر اسلق فيها المكرونه. انا حطيت فيها كيلو مكرونه، انا جايبه سايب. وعندي بقى جبت حلة حطيت فيها 5 معالق سمنة، 4 سمنة واتنين زيت. ونزلت عليهم ب6 معالق كبار دقيق. ونزلت بمعلقة ال7 نشا. تمام كده. المهم النار وسط مايله للهادي، وايدي على طول في البشاميل مش بنساهاش، انا واقفه بتابع كل حاجه. البشاميل مش صعب وعمايله مش صعبه، كل حاجه بتعملها مع بعضها وانتي واقفه على البوتاجاز. هنا انا حطيت على البشاميل نص مكعب المرقه التاني زي ما انا قلتلك. مش مثلا اعمل المكرونه لوحدها والبشاميل لوحده والعصاج لوحده، لا، كله بعمله مع بعضه وانا واقفه، لان انا البشاميل لازم افضل واقفه له. المهم هنا انا جبت اول لتر لبن، حطيت نصه وبقلب كده بالمضرب اليدوي. ايدي فيها على طول، ما بحطش اللبن كله مره واحده علشان خاطر ما تكتلش معايا، لا، بحط واحده واحده كده وافضل اقلب وازود حبه بحبه علشان خاطر البشاميل يطلع ناعم معايا. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش اختك في اللايك، ولو مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي علشان خاطر يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. المهم وانا واقفه يا بنات بتابع المكرونه. طيب انا دلوقتي خلصت كيلو اللبن على البشاميل. فبعدين ايه، بعد ما الميه بتاعه المكرونه تغلي، لازم تغلي، خدت مغرفتين 2 بس على البشاميل، بتفرق في القوام بتاع البشاميل. وكمان بتخليها متماسكه، بعد ما بتبرد شويه بتخلي البشاميل متماسك.
هنا المكرونه ظبطت معايا، خدتها على الحوض وصفتها، ما سبتهاش في ميتها، انا صفتها كده. البشاميل يا بنات حطيت له نص لتر كمان وقلبته كويس، وجبت علبة قشطة انا بطلعها من وش اللبن، حوالي 4 معالق كبار قشطة، وحوالي معلقتين كبار جبنة. انا ما بكترش جبنة لان اصلا انا عاملاها بلبن صافي خالص وبعدين دسم معايا وحطيت لها قشطة. في الغالب ما بحطش جبنة، لو مش عندي بحط. هنا بقى جبت في بولة كبيرة حطيت فيها الكيلو المكرونة كله، ونزلت عليه بمغرفتين 3 بشاميل. انا بحب اعملها كده، وجربيها بالطريقة دي وصدقيني هتفرق معاكي، خصوصا لو انت عاملة كمية معصاج قليلة. بقلب كله في بعضه كده علشان خاطر المكرونه كلها يبقى فيها لحمه وفيها من خلطه العصاج اللي احنا عاملينها. اما انا لو حطيت طبقه تحت مكرونه وطبقه فوق مكرونه واللحمه في النص، بحس ان المكرونه في مكرونه مش طايله العصاج، فما بيبقاش ليها طعم قوي. زائد كمان انها بتحتاج منك عشان تفردي الصينيه كلها لحمه كده في النص وتبقى باينه وحلوه وطعمها باين، هتستهلكي كميه كبيره. فاحنا لا بنوفر وبنعمل اكله حلوه. وصدقيني حتى لو انت حاطه كميه اللحمه كتير ما بيبقاش طعمها حلو زي لما بتكوني مقلبه كله في بعضه كده. العصاج في المكرونه كلها جربيها لو مش عملتيها قبل كده وهتدعيلي ان شاء الله. المهم هنا بقى جبت الطاجن، حطيت فيه شوية بشاميل فردتهم فيها، وحطيت المكرونة ورحت حاطة بقى البشاميل كده وموزعاه، ومخليتش اي مكرونة باينة من على الوش. جبت حاجة بقى حطيتها تحت الطاجن كده، وبحاول احرك الطاجن ويعني ادبه كده على الارض، بس بالراحة. انا في الطبيعي بعملها على الارض على السجادة، بالراحة كده عشان خاطر تنزلي كل البشاميل تحت. هنا بقى حطيتها في الرف اللي في النص، وطبعا الفرن كان سخن لحد تلت ساعة. ما بولعش عليها الشواية، مولعة من تحت بس تلت ساعة. وبقى لما الاقيها بقى من الجناب بدأت تبقبق وتغلي كده، بولع الشواية على الهادي خالص عشان كلها تاخد لون واحد. هنا بقى عملت شويه لسان عصفور، وكنت معلقه على فراخ دي يعني حوالي 3 وراك يا بنات، يعني انا مش مكتره ولا حاجه. انا عندي مثلا اعمل كل يوم بروتين، او يوم ويوم يبقى فيه مثلا بروتين، تبقى كميات بسيطه. بس انا بعمل يوميا للولاد، مش لازم ابقى مثلا عامله فرخه كامله ولا فرخه ونص ويجي تاني يوم ما يبقاش فيه، لا. بعمل كمية بسيطة وكل واحد ياخد حتة صغيرة كده جنب الطبق بتاعه وخلاص. هنا طلعت البشاميل، وهنا دي الصينية التانية انا حطيتها اهي في قالب ألمونيوم عادي، وبسيبها تبرد واروح مغطيها بكيس نايلون كده، واخلي الكيس يلزق على البشاميل من فوق خالص كده علشان خاطر البشاميل ما ينشفش ويشقق معايا، واغطيها كويس واسيبها تبرد خالص في جنب على الرخامة كده، وبعد كده بدخلها التلاجة. تاني يوم عملتها طعمها احلى من اللي كانت معمولة في نفس اليوم. جربيها وهتفرق معاك. شايفين ما شاء الله لونها حلو ازاي؟ لو انا بقى الجبنة حطيتها بس على الوش كده، الجبنة بتاخد وش بسرعة والمكرونة من جوه متبقاش لسه استوت. فانا ما بحب احط الجبنة في البشاميل كله وانا لسه بعمله. بس انا في اغلب الاوقات ما بحطش جبنه، لان انا اصلا عاملاه بلبن صافي مش بحط عليه شوربه، وكمان حاطه عليه قشطه. فانا بعتمد على اللبن بتاعي كامل الدسم والقشطه اللي انا بحطها. بقطعها معاكم السكينه ماشيه فيها يعني بسلاسه خالص. هنا طلعت قطعه، انا طبعا كنت طلعتها قبل الفطار بنص ساعه فغطيتها عشان خاطر ما تبردش. اما لو طلعتيها انتي قبل الفطار مثلا ب10 دقايق ربع ساعه، ما تبقيش تغطيها عادي، سيبيها تبرد شويه وعشان خاطر تعرفي تقطعيها وتطلع معاكي قطعه متماسكه كده. وبألف هنا وشفا عليكم وعلينا يا رب. يبقى انا عملت صينيه مكرونه من كيلو مكرونه و300 جرام لحمه مفرومه ما كملتش ثمنها ال100 جنيه. عملت اكله يومين. وهنا كل واحد اللي خد له قطعه مكرونه ومعاها دبوس، والحمد لله الف حمد وشكر لك يا رب. واليوم عدى وكمان عندي اكل تاني يوم. تاني يوم ده اللي انا عملت فيه بقى البسكوت، فطبعا كان عندي الاكل جاهز، فكنت مطمنه. طلعت من بدري الصينيه تهدى شويه، وبعد كده عملت معاها طبقين ملوخيه وطبقين لسان عصفور لان كان باقي عنده شوربه، وعملت طبقين بطاطس وطبق مخلل، وكانت اكله زي الفل. هنا بقى ده بعد موضوع البشاميل ده بيومين قلت اكمل معاكم الروتين.
الروتين ده يا بنات بروق معاكم السراير كده النهارده في نفس اليوم اللي هينزل لكم فيه الفيديو. انا كنت ناويه ابدا تنظيفات العيد. لقيت الجو من بالليل قالب هوا وبهدله خالص، وتراب ويعني عواصف، اول مره تحصل معانا هنا في العاشر، من اول الشتاء، او تاني مره. بس اول مره انا ما كنتش موجوده فيها هنا، كنت في عند حماتي يعني في الزقازيق، كان في اجازه نص السنه تقريبا بتاعه الولاد. يومها جيت لقيت الصالة كلها رملة صفرة داخلالي من تحت الباب. المهم صحيت بقى قلت ايه، لا خلاص انا مش هعمل حاجة، ولا كنت عاوزة اغسل السجاد اللي هو المشيات الصغيرة وكده، بس قلت لا لو غسلتهم ونشرتهم هيتبهدلوا مني من التراب. فروقت السراير كده وظبطتهم. دي يا بنات اوضتي اللي انا بنام فيها يعني. دي اخر اوضة خالص اللي هي جنب التويلت. روقتها وظبطتها. ورحت بقى على الاوضة التانية، برضو ما كانش فيها حد من الولاد، قلت ايه اروقها كده واظبطها، وبعد كده ادخل على المطبخ اشوف ورايا ايه. لما بتكوني انتي السراير متروقه ومتنفضه ومطبقه كل حاجه، دخلت الاوضه او حتى وانتي معديه من جنب الاوضه ولقيت السرير مرتب ومتنظم كده، تحسي نفسك مفتوحه. اما لما مثلا يكون مثلا عندي مشوار او حاجه ونزلت ورجعت بقى دخلت على المطبخ على طول، باجي بقى مثلا ايه السراير مش متروقه، العيال طبعا ما بتعملش اي حاجه ربنا يهديهم، فببقى متضايقه، ببص ببقى هاين عليا اسيب كل اللي ورايا ادخل اروق السراير الاول وبعد كده اشوف الايه اللي ورايا في المطبخ، لان لما بعدي بس كده والاقي الاوضه السرير مش متروق ببقى يعني مش على بعضي. فبروح داخله اوام مظبطه السراير، ولو في اي حاجه واقعه على الارض مناديل ولا حاجه بلمها وكده، ولحد ما اجهز مثلا الفطار واشوف انا هعمل ايه، وبعد كده مثلا لو الشقه محتاجه تتكنس ولا كده بعملها. ده لو في يوم انا مثلا خرجت فيه من الصبح وما لحقتش اعمل الكلام ده من بدري، انما انا في الطبيعي بعمل الكلام ده اول ما بصحى. بظبط الصاله وهندمها كده، ولو عايز تكنس بكنسها على ما الولاد يصحوا من النوم ابدا ادخل على الاوض. هنا طبعا ده الأوضة التانية دي اللي أنا حاطة فيها أصلا السرير بتاع جوازي، اللي هو السرير الكبير. أما السرير اللي في أوضتي أنا عاملاه قبل ما أنقل العاشر هنا. كان حوالي يعني مقاسه 160، بياخد فردين كويس يعني حلو. أنا طبعا عارفة إن أوض الإسكان الاجتماعي ضيقة وظروفها يعني الحمد لله، أهم حاجة أحسن من مفيش. فايه قلت عملت اوضه للبنات، عملت سريرين، كل سرير متر. دي في الاوضه الاولانيه، بس انا للاسف مش صورتها معاكم لان الولاد كانوا لسه نايمين فيها. طبعا المكتب هنا يعني كل حد في ايده اي حاجه رميها عليه ما شاء الله. لميت انا الكلام ده كله وظبطته بقى، مناديل، توك، كراسات فاضية خلاص خلصت وما عادوش هيستخدموها، او بيستخدموها والله كله مرمي، ربنا يهديهم يا رب. المهم يا بنات، قولوا لي هتعملوا ايه في التنظيفات العيد؟ هل انتوا عندكم عواصف رملية زينا كده، ولا هي في العاشر بس والمناطق الصحراوية هي اللي كده، ولا ايه؟ اكتبوا له في الكومنتات. واسفة يا بنات والله على صوتي، علشان عندي شوية برد مغيرين صوتي خالص، وما كانوش صراحة وقتهم يعني البرد ده ما كانش وقته. بنعمل في نواعم العيد وورانا توضيبات العيد وقيام الليل والحاجات الجميلة بتاعت اخر العشر الاواخر. يلا الله المستعان. هنا بقى قلت اصور لكم في هوا شديد جدا، بس هو مش باين لكم في الكاميرا قوي، بس هتشوفوا دلوقتي الاكياس والشجر عمال يتحرك جامد، والاكياس عماله تطير لفوق تعمل دوامات كده وتطير لفوق. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت مش تنسيني في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، علشان خاطر يا بنات تقفوا جنبي واكمل شروط القناه وافعل القناه ان شاء الله باذن الله على خير. شوف الفيو الجميل القمر ده، اللهم بارك يا رب. بحب الفيو بتاعي قوي. ندخل بقى على الكارثة الكبيرة، يا نهار ابيض على الرملة. عارفين يا بنات انا امبارح بعد الفطار روقت الحاجات اللي على الرخامة ومسحتها تمام. جيت بالليل متأخر،
دخلت ابص تاني على المطبخ، وساعات الولد يشربوا حاجات وكده فيرموها لي على الرخامه. انا ما بحبش حاجه تترمي على الرخامه كده في دخلة المطبخ، ما برتاحش. بروح مثلا لو قادره ان أنا اغسلهم بغسلهم، لو كده بروح لما كل ده في الحوض وقت ما اجي اغسلهم. شايفين التراب؟ يعني واضح لكم. ورجعت بقى دخلت بالليل لقيتها بقى زي ما اقول لكم كده، رمله صفرة كده، ترابه صفرة حمرة كمان مش صفرة. المهم مسحتها. جيت بقى وقت اجهز السحور لقيت نفس العملة دي تاني، وكنت قافله الشباك. انا معرفش يعني الهوا جامد بره ماشي، بس بيدخل لي جوه ازاي؟ المهم رحت مسحاه علشان خاطر اجهز السحور، عشان طبعا الرخامه تحطي عليها حاجه، تحطي عليها العيش مثلا كده. فرحت مسحاها واتسحرنا ولميت الدنيا والدنيا تمام. صحيت الصبح بقى لقيتها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. يلا الحمد لله، ربنا يجعله في ميزان حسنات. المهم بقى ما طبعا ما استحملتش، جبت الصابون والليفه بتاعه الرخامه، ورحت غسلاها غسله حلوه ومسحاها كده بفوطه مبلوله الاول، وبعد كده رحت جايبه الفوطه الناشفه اللي انا بمسح بيها في الاخر، بنشف بيها. انا الفوطه الخضراء دي مخصصاها ان انا بعد ما اغسل وامسح بفوطه مبلوله، هي دي على قد التنشيف، سواء الرخامه او البوتاجاز. بستخدمها للاتنين دول بس. البوتاجاز بعد ما اتغسل واتمسح اول مره بنشف بيها، والرخامه كمثل. المهم هنا بقى الرخامه نطفت وبقت بتلمع معايا وزي الفل، وكده انا مرتاحه. والبوتاجاز برضو غسلته، لان طبعا انا كنت اهملته اليومين اللي فاتوا بسبب ان انا بعمل في نواعم العيد، فما عنديش وقت. يعني بخلص اللي ورايا واعمل نواعم العيد. وطبعا ليا ورد قرآن، ومنساش نفسي علشان خاطر ما اضيعش ليالي رمضان وايام رمضان من العبادة، واضيعها في تجهيزات للعيد وفي الاكل وفي الشرب، لا. فكنت اهملته اليومين اللي فاتوا، بس انا رحت جايه برضو مروقاه وغاسله المواعين اللي في الحوض ومظبطاها، ما حطاش في غساله الاطباق، ما كانوش مستاهلين. بس انا طبعا ما صورتش الكلام ده معاكم علشان خاطر الحق وقتي عشان اشوف انا هعمل ايه الفطار النهارده. وهنا برضو الصاله هي متروقه ومتظبطه من بعد السحور. الولاد لما دخلوا ناموا، انا رحت مروقاها كده على السريع. انا اصلا قبلها بيوم كنت مروقاها وكنساها بالمكنسه بقى الكهربائيه ومظبطه الدنيا. جه على بالليل العواصف اشتغلت، بس ايا كان افضل يعني من لما اسيبها كده. فما كانش فيها حاجة، انا بس روقت الكنب وعدلت الفرشة اللي على الكنبة دي علشان خاطر ايه، اصحى الصبح الاقي الدنيا رايقة. بس كده الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة. لو وصلت معايا لحد هنا شكرا جدا على مشاهدة الفيديو، ويا ريت تتابعيني دايما، وما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة. ومع الف سلامة، وكل سنة وحضراتكم طيبين.